السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض حواوشي اسكندراني. حواوشي اسكندراني اكلة سريعة وسهلة وبسيطة جدا. بما ان احنا في الصيف عايزين اكلات سهلة وبسيطة وما تاخدش وقت معانا، وكمان مش عايزين نوقف في المطبخ كتير لان الجو حر. الحواوشي طبعا من الاكلات اللي هي مش بتاخد وقت خالص في التحضير، سريع وطعمه كمان مميز جدا. هنعمله النهارده بعجينة طرية جدا وسهلة ومن اسهل ما يكون. وكمان بالنسبة لخلطة اللحمة هتطلع معاكي مميزة جدا، ورغيف الحواوشي هيطلع طعمه زي العسل. لو بتشوفوني أول مرة، أنا أم رودي ودي قناتي أم رودي في المطبخ. انزلوا حطوا لايك واشتراك وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد أنا بنزله على القناة. نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. يلا بينا. عندي كيلو من الدقيق متعدد الأغراض. هنزل عليه بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية اللي هي الباكت الصغير، معلقة صغيرة من السكر الحبيبات، رشة من الملح. هنقلب كله مع بعض، ودي المواد الجافة اللي انا هستعملها في عجينة الحواوشي. نقلب كويس. بعد ما قلبنا كويس مع بعض الخميرة والسكر والملح، هنزل بأربع معالق كبار من الزيت. خلاص كده زي الفل. وبعد كده نقلب كويس الدقيق مع الزيت. بعد ما قلبنا الزيت كويس مع الدقيق، هبتدي كده اجيب كوباية من المية وابتدي اعجن عجينة الحواوشي. طبعا عجينة الحواوشي النهارده ما فيهاش ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجة، يعني عجينة سهلة ومن ابسط ما يكون وعلى قد ايدينا. نزلت كده باول كوبايه من الميه وابتديت ان انا اقلب بالمعلقه، يعني الم كده العجين كله كده بالمعلقه. وبعد كده هستغنى عن المعلقه تماما وابتدي اعجن بايدي. طبعا العجينه لسه عايزه مواد سايله، وهبتدي اضيف حبه حبه كده من الميه لحد ما العجينه تظبط معايا. مش هقولك مقدار معين للمواد السائله او الميه، لاني على حسب نوع الدقيق الموجود عندك. في دقيق بيشرب مواد سائله كتير وفي دقيق لا. انا بقول كل ما انا بعمل معجنات لازم بقول مش هديكي مقدار للمواد السائله، على حسب نوع الدقيق الموجود عندك. ابتديت ان انا اعجن العجينه، كل ما تحتاج ميه اضيف حبه من الميه لحد ما نوصل لعجينه طريه ملمسها ناعم. اهم حاجه ما تكونش بتلزق في الايد. هغطيها كده واسيبها لحد ما تختمر والحجم بتاعها يتضاعف. لحد العجينه ما تختمر هنبتدي نجهز خلطه الحواوشي. عندي لحمه، بس اهم حاجه يبقى فيها نسبه من الدهن. احنا عارفين لحمه الحواوشي ولحمه كفته الحاتي لازم يبقى فيهم نسبه من الدهن عشان تبقى طعمه معانا. عندي كمان هنا طماطمتين مقطعه مكعبات صغيره جدا، وكمان شايله منهم القلب. تقدري تستغني عنهم تماما لو انت مش بتحبي الطماطم في الحواوشي، بس طعمهم بيبقى مميز جدا وان شاء الله هتجربيها وهتعجبك. عندي كمان 3 بصلات كبار مقطعاهم مكعبات صغيره جدا. احنا عارفين ان الحواوشي بيحب البصل كتير. نيجي بقى للبهارات. عندي مكعب مرق، بهارات حواوشي، ملح، فلفل اسود، كزبره، بابريكا، توم باودر. مش هضيف اي نوع تاني من التوابل. كده كويس جدا، لان انا مش عايزه لما اكل رغيف الحواوشي احس نفسي باكل توابل مش باكل لحمه. انا عايزه طعم الخلطه هو اللي يبان. التوابل ساعات لما بنزيدها في الاكل بتغطي على طعم الاكل. ضفت كمان معلقتين كبار من الزيت، وقلبت خلطه الحواوشي كلها كده مع بعض، وهسيبها في التلاجة لحد ما عجينه الحواوشي تختمر. هنا كانت عجينه الحواوشي اختمرت، هبتدي ان انا اخرج منها الهواء. طبعا ما خدتش وقت خالص في التخمير، نص ساعه طبعا، وكانت اختمرت معايا. احنا في الصيف هتحسي ان العجينه طريه وبتلزق في الايد. هو ده المطلوب، ما تضيفيش ولا زيت ولا دقيق ولا اي حاجه. هبتدي ان انا اعملها رول زي ما احنا شايفين في الفيديو. بعد كده هبتدي ان انا اقطع الرول ده لقطع على حسب ما انت عايزه رغيف الحواوشي يبقى قد ايه، كبير صغير متوسط زي ما تحبي. انا عايزه رغيف الحواوشي يبقى متوسط، فابتديت ان انا اقطع العجين كده لقطع متوسطه. وبعد كده ابتديت ان انا اعملها كور. حسيت ان العجينه هنا صغيره شويه، ابتديت ان انا اضيف لها قطعه تانية. بعد ما نخلص كده عندي صينيه مدهونه زيت، وهبتدي احط عليها قطع العجين. نخلص الكميه كلها بنفس الطريقه، وبعد كده نغطيها عشان ما تعملش طبقه خارجيه. هناخد قطعه من العجين ونبتدي نفردها كده بايدينا فرده بسيطه، مش هنفرد زياده عن اللزوم. مش هنفرد باي ماده دهنيه ولا دقيق ولا اي حاجه. بعد كده هاخد قطعه من اللحمه نعملها كوره واحطها كده في قلب العجينه. مش هفردها، يعني هخليها زي ما هي كده. وهبتدي كده الم العجينه كده على اللحمه زي ما احنا شايفين في الفيديو. مش هنفردها، ونقفلها كويس عشان ما تتفتحش معانا في الفرن. عندي هنا صينيه مدهونه زيت كويس، هحط فيها رغيف الحواوشي وهبتدي ادوس عليها كده دوسه بايدي. هفردها كده فرده كويسه، لان انا عايزه اللحمه تتفرد كويس في رغيف الحواوشي. خلاص كده بعد ما فردتها هجيب كده شوكه وهبتدي اعمل فتحات في رغيف الحواوشي، لان انا مش عايزاه اول ما يدخل الفرن يعلى. تمام. عندي ربع كوبايه من الحليب، هدهن بيها رغيف الحواوشي كده، بتديله لون تحفه جدا، وكمان بتدي لمعه رهيبه لرغيف الحواوشي.
هخلص على طول وهبتدي اسوي في الفرن، يعني مش هسيب الحواوشي يرتاح. مشغله الفرن على درجه حراره عاليه. هحط صينيه الحواوشي في الرف الوسطاني على نار برضو عاليه، مش ههدي النار. اول كده ما ياخد لون ذهبي من تحت هبتدي اشغل الشوايه ياخد لون ذهبي من فوق، وكمان اللحمه تستوي. طبعا اللحمه عشان مفرومه مش بتاخد وقت خالص في التسويه. كمان عجينه الحواوشي عشان خفيفه جدا ما خدتش وقت خالص في التسويه. شايفين شكله ازاي؟ اللهم بارك، زي العسل، واخد لون ذهبي من فوق ومن تحت. من فوق طبعا عشان معلقه الحليب اللي احنا دهنا بيها رغيف الحواوشي، ومن تحت طبعا عشان دهنا الصينيه كويس بالزيت. ندهن الصينيه كويس بالزيت عشان ياخد كمان لون ذهبي من تحت. شايفين شكله ازاي؟ طري ما شاء الله وزي العسل، وحاجه كده مضمونه عاملينها في البيت على ايدينا، حاجه كده طعمها زي العسل. شايفين شكله ازاي من جوه؟ تحفه ما شاء الله زي العسل. بتمنى النهارده طريقه الحواوشي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله على القناه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.